العراق المفروض يكون مركز جذب للاستثمار، بس الواقع مو هيج. اليوم بعض الشخصيات السياسية المتحكمة تحاول تبعد المستثمر الأجنبي عن السوق وما تعطيه الفرصة الكافية للمنافسة، والهدف أنه السوق يبقى تحت سيطرته، وبالنتيجة يتقاسمون الأرباح فيما بينهم. إضافة للفساد الإداري، الميليشيات صارت طرف رئيسي بالاقتصاد، تستحوذ على مشاريع الدولة الاستثمارية وتسيطر على القطاع الخاص، والنتيجة العراق يحتل مراتب متأخرة عالمياً في بيئة ممارسة الأعمال. اليوم المستثمر اللي يريد يجي للعراق يواجه مزاجيات السلطة، يعني ماكو معايير واضحة، كل شيء يعتمد على العلاقات والكوميشن. مو بس المستثمر الأجنبي يعاني، حتى المصانع المحلية تواجه عراقيل بالترخيص والتمويل، بينما المنتجات المستوردة تدخل للسوق بكل سهولة ومن دون أي رقابة. هذا يخلي أي مشروع استثماري مهدد بالفشل قبل لا يبدأ. إذا استمر الحال بهذا الشكل، العراق راح يبقى معتمد بس على النفط، وكل القطاعات الأخرى راح تكون متجمدة. إذا ماكو حماية حقيقية للمستثمرين، ما راح نشوف اقتصاد قوي.